بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله. مشهد زي ده في غير السودان مستحيل، لأن أهل السودان باختلاف عقائدهم وأحزابهم واتجاهاتهم جاءوا يقولون وداعا لشخص كان حبيبا لهم جميعا، وكان يعبر بشعره ضمائرهم جميعا. أنا عايز تصوير الفيديو كله أطوف بكم اي تصوير فيديو على المعاني التي أعتقد أن الحبيب الراحل كان يجسدها. في حقيقة الأمر أمثال محجوب من ذوي العطاء لا يفنيهم الموت، لأن المعروف أصلا وفعلا أنه قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ومن هذا المنطلق أسطر وأقول المعاني التي أعتقد أن الراحل كان يجسدها. أولها كان إنسانيا يخدم الناس بقلبه وفعله وجمعيته التي وهبها للعمل الإنساني. كان إذن ناشطا إنسانيا. ثم كان محجوب شريف مصلحا اجتماعيا، عمل على تخفيض وتسهيل وتسهيل الزواج بالصورة التي يحتاجها مجتمعنا الآن، الذي صار فيه الزواج عبئا ثقيلا مستحيلا. وبسبب هذا صار شبابنا الآن فقط 25% هم الذين يتزوجون، وكثير منهم يطلقون للإعسار. كان مصلحا اجتماعيا. كان كذلك رحمه الله من الذين يتعاملون مع الناس جميعا مفتوح صدرهم للقريب والبعيد، صلاته الاجتماعية واسعة للغاية. ولذلك كان أحباؤه كثيرون وعلى طول الخط في العمل العام، في الشعر، في الأدب، وفي السياسة. كذلك كان شاعرنا نصيرا للمستضعفين، ومن أكثر المستضعفين في مجتمعنا المرأة. ولذلك عندما ولدت له الثانية وقال له بعض الناس بالتالي، اندهش من هذا الاستغراب، لأنه استغراب جاهلي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه كظيما مسودا وهو كظيم. ده نفس المعنى اللي كان في الجاهلية ضد المرأة. والحقيقة قيل لمثله للشاعر أحمد شوقي في مناسبة مماثلة، فقال قصيدة طويلة منها المعنى: الشمس في عليائها أنثى وكل الطيبات بنات.
قال هذا المعنى. كذلك كان شاعرنا ترجمان الوجدان السوداني، ترجم الوجدان السوداني في كبوات السودان وفي صحوات السودان. والشعر الذي قاله في أكتوبر وفي أبريل صار مضرب الأمثال. أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقي. وكذلك ما قاله في أبريل: يا شعبا لهبت حريتك ثوريتك تلقى مرادك وفي نيتك. وفي كبوات الوطن التي واجهها في بلادنا تصدى للطغاة بكلام قوي ساخهم بألسنة حداد، وهم الذين أقاموا في البلاد النظام الذي وصفه أمل دونجو بقوله: تحدث عن الطقس إن شئت فأنت آمن، أو عن حبوب منع الحمل إن شئت فأنت آمن. هذا هو القانون في مزرعة الدواجن. ولذلك نراه قد تحدث وتحدى قانون مزرعة الدواجن هذا بشعر سار به الركبان، واستطاع بذلك أن يحيي ولذلك استطاع أن يؤكد: أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم. واستطاع بهذا الفم أن يعبر عن وجدان الشعب أثناء ظروف الكبوات. وكان إلى ذلك حلو المعشر متواضعا يعبر عن المعنى: إذا امتلأت نفس اللئيم من الغنى تمايل كبرا ثم قال: أنا ولكن الكريم النفس كالغصن كل ما تحمل أثمارا تمايل وانثنى. وكان علما في التواصل الاجتماعي. أكثر العلاقات قوة في مجتمعنا التواصل الاجتماعي، يواصل الناس ويدفع ثمن المودة والمحبة معهم. يوم من الأيام في إحدى العلل المرضية التي واجهته وبعد الشفاء دعوته هو وأسرته للتكريم. وفي هذا التكريم جاء هو والأسرة وقالوا: قال لنا وهو يعلم كم شقينا نحن بمايو، وقد كان مدحها في غفلة من الزمان، ولذلك وبكل نبل وكرامة وشهامة قال: أنا أعتذر لكم وأعتذر للشعب السوداني عن
مما قلت في هؤلاء الوحوش. والغريب أنه هكذا بنبله عبر، ولكن كثيرين من الذين أشقوا البلاد بانقلاباتهم وسدوهم يمشون بين الناس كأنهم لم يفعلوا شيئا عليهم. الحقيقة أن كل الذين صنعوا الانقلابات وأقاموا معها الطغيان وبطشوا بالناس صاروا هم ضحاياها. ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيده. كان المرحوم بهذا النبل يتعامل مع الجميع، وبذلك يكتسب حبهم ويكتسب ودهم. أقول هذا وأنا في معرض التأبين له، لأن هذه الشخصية بهذا النبل قد خلقت بينها وبين كثيرين ممن لم تجمعهم معه الفكرة، المودة والمحبة. الحقيقة أن هذا الراحل مع كل الظروف المحبطة والمرض الذي يعاني منه، وكنت في آخر لقاء له في بيته هنا أشعر كيف ينازع لكي يتنفس. مع هذا كله استطاع قبل وفاته أن يرسل لنا جميعا تلغراف من تلغرافات الأمل. قال فيه: ملء جفوني بنو متأكد بل متجدد بطنها الثاني، والحقيقة أن أسوأ ساعات الليل وأكثرها حلكة هي التي تكون قبل الفجر، فالفجر آت ونظام الفجر آت. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. وآخر ما أقول في شاهد الراحل، أقول إن محجوب شريف كان على سنة صديقه الراحل نقد من الذين طوعوا الأيديولوجية للمناخ السوداني، فجعلوا لها جذورا في المجتمع السوداني تتعدى حدود الأيديولوجية. غلبوا بإنسانيات السودان مفاهيم الصراع الطبقي، واتخذوا من إنسانيات السودان وسائل للتعامل بينهم وبين الآخرين لبناء غد يشترك الجميع في بنائه. خصلة تدل على أقلمة، وهذه الأقلمة ليست غريبة على السودان. كوش استطاعت أن تجذب إليها حضارة الفراعنة وحضارة الإغريق وتنبت حضارة سودانية فريدة. صار السودان بها ليس مجرد مستقبل ولكن صاحب عطاء. وكذلك المهدية، فالمهدية
استطاعت أن تغير في مفهوم المهدية الشخصنة عند الشيعة وآخر الزمان عند أهل السنة، ولكن المهدي جعل المهدية وظيفة إحياء الدين. كذلك جعل المهدي تحريرا أساسيا للفكر الإسلامي على أساس أن الإحياء مستقبلي وليس ماضويا، على أساس أن لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال. هذا المفهوم الذي يجعل المهدية صاحبة عطاء في الفكر الإسلامي لا مجرد استقبال. وهذا يعني ما يفعله هم في ما ذكرت من أقلمة الفكر الوافد على المناخ السوداني، هذه مسألة تتطابق تماما مع عبقرية الشعب السوداني الذي يفعل هذا. لا عيب أبدا في استقبال فكر وافد، ولكن العيب في التبعية العمياء. ونحن في السودان نستطيع أن نستقبل ما نستقبل، ولكن نستطيع أيضا أن نطوره لما يلائم ظروف السودان الفكرية والاجتماعية، وهذا ما يمكن أن ننسبه إليه أيضا. هذه حسنات نعدد له هذه الحسنات، ونحن قوم في شريعتنا نقول مكارم الأخلاق تحمد من أي شخص يأتيها. مكارم الأخلاق حميدة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، خيركم عنده خيركم لعياله. ويقول علماء المسلمين أيضا: العدل هو شريعة الإسلام، في أي مكان كان العدل ذلك شرع الله وحكمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المعنى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبهذا المنطلق نعتقد أنه يمثل تمثيلا وتجسيدا قويا عبارة إن الدين المعاملة. الدين المعاملة. تجد بعض الناس صلايين صوامين، ولكن مستعد أن يغش ويأكل حق الناس ويكذب ويفعل ما يفعل ويدعي أن الصلاة تنجيه. قالت السيدة عائشة: يبلغ الإنسان بمكارم الأخلاق ما لا يبلغه غيرهم بالصلاة والصيام. فالمفهوم هنا أن لمكارم الأخلاق محمدة عند الناس وعند الله، وده بيدل على أنه نحن نستطيع أن نستمطر له الرحمة بموجب أنه كان صادق، كان عادل، كان متواضع، كان مناضل، كان يتصدى للطغاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأنا في ختام حديثي هذا أعزي زوجه أميرة وبنتيه مريم ومي وأسرته الصغيرة وحزبه والوطن الكبير الذي افتقده. وأقول لهم جميعا حسن العزاء، ونحن نعتقد أن ما خطه من سيرة وما تركه من شعر وما تركه من معاني وصمود ستكون إن شاء الله زاد لهذا الشعب في نضاله حتى يقيم نظاما فيه السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والعدالة الاجتماعية الناجزة. والسلام عليكم.